بعد فوز مصر على اثيوبيا بثنائيه محمد صلاح وعمر مرموش، خرجت علينا كتير من الناس بتقول ان مصر ما بتقدمش كره حلوه، والحقيقه ان الواحد مستغرب جدا من الاراء دي، لانه من امتى ومصر بتلعب كره حلوه؟ مصر اخر مره لعبت كره حلوه كان في 2010 تقريبا، ومن بعدها منتخب مصر لا لعب كره حلوه ولا هيلعب كره حلوه. ليه انا بقول لك كده وايه السبب؟ تعالى يا صديقي احكي لك في حلقه النهارده، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا. الحقيقة صديقي احنا ممكن نحكي من 2011 لحد النهارده ايه سبب فشل كل المدربين دول، وليه المنتخب ما صعدش كاس عالم في كذا مره، وليه المنتخب ما قدمش مستوى محترم في كذا مره، وليه المنتخب ما قدمليش مستوى كويس في كاس العالم. لكن حسيت ان الموضوع هيطول قوي، فبصراحه انا حبيت اختصر الموضوع على قد ما اقدر، فانا هختصر لك كذا نقطه اكيد هنتكلم فيها النهارده، هم دول اللي هيحددوا بشكل كبير ملامح اللي حصل خلال الكام سنه اللي فاتت. خليني اسالك يا صديقي سؤال مهم جدا في البدايه، هو مين سبب فشل منتخب مصر؟ هتقف كتير وتفكر هو مين فعلا السبب؟ اللعيبه، المدير الفني، ولا اتحاد الكوره؟ هتلاقي اختلافات كبيره جدا، الناس بتحمل اتحاد الكوره انه هو الفاشل وهو اللي مش عارف يدير، وناس بتحمل المدرب اللي كل مره بيجي يتغير بنفس الطريقه، ومره هتحمل اللعيبه اللي هم ما عندهمش روح وما بيلعبوش عشان فانيله منتخب مصر. مع ان الاجابه صديقي اسهل مما تتخيل، الاجابه بالسهوله هي منظومه منتخب مصر بالكامل فاشله وغير صالحه للنجاح. ايوه زي ما بقول لك كده، منظومه غير صالحه للنجاح. فايا كان يا صديقي اسم المدير الفني اللي هتجيبه فهو مش هيقدر يحقق حاجه، لان مفيش بيئه اصلا تساعد ان هو ينجح. عشان كده هكلمك على 2 مديرين فنيين، هيكتور كوبر وكارلوس كروش، هم دول يعتبروا حققوا انجازات شويه في الفتره الاخيره. لو بصينا على هيكتور كوبر فالراجل جه في فتره صعبه جدا، انت كنت منهار بشكل كبير، مش عارف توصل افريقيا، الراجل جه وصلك مش بس افريقيا، ده وصلك لنهائي كاس الافريقيه. الراجل عمل انجاز كبير جدا مع لعيبه كانت اقل من العاديه. صراحه الفتره دي من الفترات المميزه جدا ليا كمشجع لمنتخب مصر، عشنا معاه وشجعنا بروح منتخب مصر من فتره كبيره. كمان الراجل نجح وصل منتخب مصر لكاس العالم بعد غياب 28 سنه. لكن يا صديقي رحنا كاس العالم ما قدمناش اي حاجه، لانه باختصار ما عندناش اي حاجه، منتخب فاقد هويه، كل لعبه كان على محمد صلاح، وهي دي النقطه اللي ادت لنجاح هيكتور كوبر. هيكتور كوبر ادرك انه ما عندوش لعيبه، هو ما عندوش غير لاعب واحد فقط، فكان بيلعب عليه. باختصار هو كان بيحرك المنظومه كلها لخدمه هذا اللاعب. والحقيقه صديقي ان انت مش هتقدر تلوم كوبر، لان دي كانت الطريقه الوحيده اللي ممكن تنجح كوبر كمدير فني لمنتخب مصر. وقتها كان محمد صلاح هو الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه انه فعلا يغير لك نتائج المباريات. اما كارلوس كروش فبالنسبه لي ده كان خيار مفاجئ تماما، ازاي راجل زي ده مدرب عالمي يدرب مع السير اليكس فيرجسون هيجي يدرب في العبث اللي احنا موجودين فيه؟ لكن الحقيقه كارلوس كروش فاجئني وقدم بطوله ملحميه في الكاميرون. البطوله دي يا جماعه هي اقوى بطوله انا اتفرجت عليها لمنتخب مصر، بطوله ممتازه من الراجل. صحيح ما لعبناش كوره هجوميه، صحيح كنا في وقت من الاوقات محتاجين نهاجم، هو ما كانش بيهاجم لانه ما كانش واثق في امكانيات اللعيبه، وهي دي المشكله. كارلوس كروش كان مدرك جدا ان امكانيات اللعيبه دي محدوده، وانه محتاج يشتغل على المنظومه من تحت. عشان كده الراجل فضل مشاركه الانديه الجماهيريه، الراجل قال لك خفض لعدد الانديه وشارك الانديه الجماهيريه، انا عايز الجماهير ترجع، عايز اللعيبه تشعر بضغط المباريات، ما اجيبش لعيب من انديه شركات متدلع طول الموسم واقول له تعالى العب قدام 60,000 من جمهور المغرب ولا 70,000 من جمهور السنغال. ده كان متوقع ان الراجل ده مش هيقدر يأدي قدامهم. عشان كده كارلوس كروش طالب بعوده الجماهير وعوده الانديه الجماهيريه، وكمان تقليل عدد الانديه عشان ما تلعبش دور طويل وتزنقني في الاجندات الدوليه. لكن طبعا الكلام ده ما جاش على هوا الناس اللي ماسكه المنظومه عندنا، عشان كده تخلصوا منه بسرعه. الراجل ده بالمناسبه اخرج محمد عبد المنعم، اخرج عمر مرموش، ولاعيبه كتير جدا كانت مميزه. طب اقول لك بقى يا صديقي على حاجه مهمه جدا، الراجل ده طالب ان منتخب الاولمبي ومنتخب الناشئين اللي هو الشباب يلعب بنفس طريقه المنتخب الاول، عشان اللاعب اللي هيجيبه من تحت يكون مهيأ انه يلعب في المنتخب الاول على طول. والحال الفكر ده ممتاز جدا، ده بياكد لك قد ايه المدير الفني ده كان جاي يشتغل. مع ان معروف عننا ان احنا المدربين بيجوا عندنا نصابين، كلهم بيجوا عشان الفلوس وعشان الرواتب اللي عندنا بتبقى خياليه، فبيجوا عشان ياخدوا الفلوس ويخلعوا من الاخر بعد سنه او 2. لكن كارلوس كروش كان جاي عايز يشتغل، وكان فعلا بيفكر في منتخب مصر، عاوز يعمل منظومه تخرج لك لعيبه كل سنه زي ما عمل السنغال وزي ما عمل المغرب وزي ما عمل اي منتخب بينجح، بيعمل منظومه من تحت تبدا تخرج له كل سنه اجيال جديده، لعيبه ممتازه على مستوى من الناشئين والشباب وكمان المنتخب الاول. لكن يا صديقي زي ما قلت لك المنظومه عندنا سيئه لابعد الحدود، واللي بيديرها مش قادر يمسك المنظومه بشكل كويس. عشان كده يا صديقي المعيب لا في حسام حسن ولا في اللعيبه، العيب باختصار في المنظومه كلها. المنظومه كلها عايزه اعاده تصليح، ودي للاسف معجزه مش هتتحقق بشكل كبير الفترات اللي جايه. وكمان الاعلام عمره ما بيسلط الضوء على الحاجات دي، دايما الاعلام بيشغل نفسه بمشاكل الاهلي والزمالك، ومهتم تماما بالاهلي والزمالك، ما بيديش اي اهتمام لا للمنتخب ولا للمنتخبات الصغيره. عشان كده يا صديقي ما تستناش من الاخر ان منتخب مصر هيقدم لك كره حلوه والسكس فوتبول الايام اللي جايه، الكلام ده مش هيحصل. فيا صديقي ما تستناش بقى المعجزات والجو ده، خلاص منتخب مصر انهار بشكل كبير ومحتاج المنظومه كلها اعاده تصليح، وده للاسف صعب جدا انه يحصل الفتره اللي جايه. فانت انتظر معجزه ان منتخب
المنتخب مثلا يفوز عن طريق محمد صلاح، انه يبقى اون فاير مع تريزيجيه مع مرموش مع الناس دي، انها تنسجم بشكل كبير. وان شاء الله بعمل لكم حلقه عن افضل تشكيل وافضل لعيبه لمنتخب مصر. لكن يا صديقي ما تحلمش باكتر من كده، لانك للاسف هتصطدم بالواقع المرير وهتعيش نفس السيناريو المأساوي وهتفقد الشغف اكتر واكتر. فعشان كده يا صديقي ما تهتمش قوي بالموضوع ده، وحاول انك تتعايش مع الفتره دي وتستنى معجزه من السماء ان منتخب مصر بالمنظومه الهولابيلا دي تقدر تفوز ببطوله افريقيا. والحقيقه المعجزه لو هتحصل على ايد حد فهو هيكون حسام حسن او مدرب اجنبي زي كيروش، شخصيه قويه ما بتتبعش اتحاد الكوره. ده باختصار شديد. ان شاء الله نقدر نحقق فعلا المعجزه ويفوز منتخب مصر ببطوله افريقيا باذن الله. لكن لو ما حصلش ده فده الطبيعي يا صديقي، ما تستناش حاجه. وبس كده يا صديقي، اتمنى تعمل لايك للفيديو عجبك واشتراك في القناه، وشكرا جدا يا صديقي على متابعتك لينا. سلام.